السلام عليكم. عايزين نتكلم كده في كام سيناريو حصل التلات أيام اللي فاتوا، بداية من الميركاتو النادي الأهلي إلى مباراة الزمالك والجونة لحد امبارح يعني. خلينا نتكلم إن الأهلي ابتدى يعمل صفقات كتير في فرقته. طبعا ده تجهيزا لكأس العالم، مش عاوز ياخد طبعا مركز رابع ولا خامس والكلام ده كله الأهلي زي الموسم اللي فات. لا، هو الأهلي عايز يعمل موسم استثنائي في كأس العالم، لكن كأس العالم مش سهل زي ما الأهلي واخد باله إن هو يدعم بتريزيجيه وكوستا. لا، ده هو لازم يجيب لعيبة أعلى كده. يعني أنت عندك ساديو ماني ممكن تجيبه، عندك لعيبة كتيرة جدا ممكن تجيبها، لكن الأهلي امبارح تعاقد مع تريزيجيه، وكان قبل كده تعاقد مع حمدي فتحي، تعاقد مع العيش، تعاقد مع جراد يسار. كده الأهلي مع كام لاعب أجنبي كده؟ مع جراد يسار وجراد يشار، مع المغربي، 2 مغاربة في فريق، ومع رضا سليم. كده انت معاك 4 في الفريق. لو افترضنا انك جبت كوستا، جبت بن شرقي، انت معاك كده 6. طب واحنا ما نلاقي بتقول 5، يبقى انت هتمشي رضا سليم عشان تجيب بن شرقي وكوستا، يا اما هتجيب كوستا او بن شرقي. طب بن شرقي احنا نقول بعيد شوية ليه؟ لان بن شرقي مش هيقعد دكة في الريان وهيقعد دكة في الاهلي برضك، ده كلام واضح ومعروف. بن شرقي مش هيقعد دكة هنا وهنا. بن شرقي واللي انا اعرفه ان لعيبة الزمالك امبارح اتكلمت معاه وقالوا له اصبر، النادي في ازمة. قال لهم لا يا جماعة، انا كنت النادي باعني والبتاع. قال لهم لا، محدش باعك، النادي في ازمة بس، والازمة تتحل قريب قبل الصيف ما يجي. فضل قد على الصيف، فضل 4 شهور الموسم الجديد. وبن شرقي هيخلص امتى؟ عقده هيخلص في شهر 6 الجاي، كل الدورات بتخلص في شهر 6 الجاي. تمام. الراجل قال خلاص انا مش هستنى، ده كلام من ناجي وبعد شهر 6 انا ممكن الاهلي تتفاوض معايا واروح الاهلي. تمام، مفيش مشاكل، تعالى يا عم محتاج زي ما انت عاوز، بس انا قلت لك اللي عندي والكلام ده اكيد مني. تمام. امبارح كولر كان عاوز يجيب لاعب محلي غير تريزيجيه. طب هو انا عايز مين؟ قالك عايز زيزو برضه. شوف، زيزو محتاج الاهلي والاهلي محتاج زيزو. فزيزو كده عقده بينتهي في شهر 6، فالاهلي ممكن يكيده في شهر 6 عادي ويلعب معاه كاس العالم، يعني مش حوار. الراجل هيوافق يقول لك هلعب كاس العالم، يا اما اروح فرقه تانية. طب ما عادي، مش مشكله، اهلي يا اهلي. في لعيبه تانية كتير راحت من اهلي الزمالك ومن الزمالك للاهلي عادي. وكولر كمان مستاء جدا من مستوى الفريق مع التعادل. الزمالك امبارح عمل سيمفونية كبيرة قدام الجونة، وكمان كان في عقوبة إدارية للاعب العش لاعب محترم، لكن عمل امبارح ده إجراء أخلاقي. وهنشوف النهاردة بالليل صفقة من الزمالك. مين هي الصفقة اللي هيتعلن عنها النهاردة؟ هو لاعب هجوم في الدوري المصري، هو فخر الدين بن يوسف، وهيجيب لاعب أجنبي دغموم. الواحد من الاتنين دول النهاردة إن شاء الله. على قناتنا هنا هنعلن كمان في لاعب تاني بكرة هيتعلن في النادي الأهلي. السلام عليكم.